السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخي. ما تيجوا نحضر الغدا مع بعض. هنعمل وجبه الحله الواحده او وجبه الصينيه الواحده. هنعمل كفته وطحينه وبطاطس وكلهم مع بعض، وهنقدم معاهم شويه سلطه او ممكن ناكلهم جنب رز. انا اكلتهم جنب عيش او قدمتهم جنب عيش. وجبه سريعه ومنجزه ولذيذه جدا وتنفع للسيدات العاملات المستعجلين. انا عن نفسي حضرت حاجتي الصبح، يعني الخطوات اللي هتشوفوها في الاول دي حضرتها قبل ما اروح الشغل. تمام، او ممكن نحضرها بالليل قبل ما اروح الشغل طبعا واشيله في الايه في التلاجة. شايفين البطاطس ما شاء الله، الطعم لذيذ جدا. الكفته والبطاطس واخدين من بعض مع الطحينه، بجد بجد ميكس خطير. يلا نبدا ونحضر المقادير بتاعتنا مع بعض. انا كنت بعد زي قلت لكم كنت بحضر المقادير دي بالليل. بشرت بصلايه، انا هعمل نص كيلو كفته. بشرت بصلايه في المبشره وقطعت عليهم نص حزمه بقدونس، وحطيت الملح بتاعي والفلفل الاسود، واديتها شويه سبايسي كده، شويه شطه صغيرين، اللي عايز يكتر يكتر. اديها معلقه صغيره من البابريكا بما يتناسب مع الايه مع حجم الكفته. واديتها برضو كباب صيني، اللي عايز يحط جوز الطيب يحط. بعد كده احط معلقتين من البقسماط، او لو عندي رغيف فينو ابله واعصره، وبعد كده احطه على ايه على الكفته. عشان تطلع طبعا هشه معايا مش مكتومه. حطيت نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وبعد كده نزلت بنص كيلو من اللحمه المفروم وعجنتهم كويس مع بعض. وبعد كده كورتها. عايزين تكوروها، عايزين تعملوها صوابع او تعملوها زي البرجر صغير كده، اللي يعجبكم. تمام، هكورها كلها واحطها في الطبق واشيلها في التلاجة. غلفتها وبعد كده شلتها في التلاجة. هعمل بقى البطاطس برضو قطعتها. لو في بطاطس صغيرة تبقى حلوة، مفيش جبت بطاطس كبيرة وقطعتها مكعبات برضو متناسبة مع الايه مع الكفتة. حطيتها في مية وغلفتها وشلتها برضو في التلاجة. هنحضر بهارات البطاطس، عبارة عن بابريكا، وبرضو شوية سبايسي او شطة، شوية فلفل اسود، شوية كمون، الملح طبعا ما ننساش الملح بتاعنا، بقدونس مجفف. والبقدونس زي ما قلت لكم انا بجففه في البيت، لو اشتريناه من بره ما بيطلعش بالحلاوه والجمال ده. بعد كده اخر حاجه هنحط بصل بودر وتوم بودر. دي هي مكتوب عليها بهارات لحم، لكن دي بصل ايه بصل بودر. عايزين تستخدموا توم فريش اللي يعجبكم برضو. تمام كده حضرت التوابل الجافه. برضو هغلفها واخليها لحد ما ارجع من الشغل ان شاء الله، ونجهز الطبق بتاعنا. طبعا ده كتل البصل، دايما البصل بيتكتل، ولو حبينا نفك التكتلات بتاعته زي ما قلت قبل كده بنحط شويه 30 ثانيه في الميكرويف. تمام، ولعت الفرن لما رجعت من الشغل طبعا، وحضرت الصينيه اللي هشتغل فيها. حطيت البطاطس، صفيتها من الميه ونشفتها طبعا من من الميه اللي فيها. حطيت عليها التوابل اللي حضرتها. تمام، وبعد كده احط الزيت، هو اللي هيمكس الدنيا مع بعضها. هحط شويه زيت نباتي، زيت زيتون اللي يعجبكم. حطيت نباتي وادعكم كده مع بعض وادخلها الفرن على الشبكه ربع ساعه. وبعد كده هقول لكم هعمل فيها ايه تاني. تمام، بتاكد كده ان كل التغليفه او كل التتبيله وصلت او غلفت كل البطاطس. هحطها على الشبكه زي ما قلت لكم. هتقعد معايا ربع ساعه. بعد الربع ساعه طلعت اهي. هديها تقليبه كده بالسباتيول، او قبل ما اديها تقليبه زي ما قلت لكم اديتها تقليبه اهو. تمام، تمام، عشان اضمن ان هي ما تلزقش. بعد كده هنزل بالكفته بتاعتنا. الكفته حتى لما اتحطت في التلاجة جمدت شويه، فدي حلوه قوي، بحيث لما اقلبها ما ما تتكسرش وما تتفتحش معايا. هوزع الكفته عشوائي كده مع البطاطس، وهنقلبهم تقليبه حلوه كده عشان الكفته تاخد من الصوص بتاع البطاطس او تتبيله البطاطس. تمام، حسيت ان هي محتاجه شويه زيت قلت حطيت لها حوالي معلقتين مش كتير. تمام، هنقلبها برضو كده بالسباتيول، او هنهز الصينيه زي ما انتوا زي ما هتشوفوا. ايوه كده. الريحه يعني رغم ان البطاطس ما كانتش استوت في الوقت ده، لكن كانت ريحتها عالميه. بجد بجد وصفه حلوه وجربوها، واتمنى تجربوها ان شاء الله. هدخلها الفرن بقى، وكل 10 دقايق هطلعها برضو اقلبها عشان اضمن ان الكفتة والبطاطس يستووا من كل الجهات.
عملت الحركة دي تقريبا مرتين خلال مدة التسوية. نطلع الصينية ونقلبهم كده بالاسباتيول او نهزها، تمام، عشان اضمن الايه ان الكفتة تستوي والبطاطس برضو ايه تستوي من كل جهة لحد ما استوت معايا، تمام. وعقبال ما تستوي بنحضر الطحينة. صوص الطحينة سهل وبسيط جدا، يعني احنا ممكن نعمله بثوم ومن غير ثوم. انا هنا حطيت طحينة وعليها نص كوباية من الزبادي، زي ما قلت لكم برضو حسب نسبة الايه مع الطحينة. حطيت فص ثوم واحد، حطيت معلقتين من الخل، معلقتين من الليمون، وحطيت فلفل اسود وكمون وملح، وابتدي بقى اخفف الطحينة بالمية شوية بشوية لحد ما اوصل للقوام ده، تمام. كنت بدوق طعمها لذيذة جدا. كده الكفتة استوت والطحينة استوت. نجيب بقى طبق التقديم بتاعنا، حطيت فيها الطحينة ووزعتها كده، وزعتها في الطبق كله كده بالاسباتيول. وبعد كده هنزل بالايه بالكفتة والبطاطس اللي استووا معايا على الايه على الطحينة الجميلة بتاعتنا دي. زي ما قلت لكم في اول الفيديو، ميكس جميل جدا بجد، جربوه، كله متداخل مع بعضه ومتناغم مع بعضه، ميكس حلو قوي، جربوه ان شاء الله يعجبكم. ابتدي بقى اوزع كده البطاطس مع الكفتة والطحينة، تمام. الصوص ده اللي كان نازل منها صبيته عليها برضو. كده الطبق بتاعنا خلص، محتاج بس رشة من البقدونس. انا اديتها رشة كده من البقدونس المجفف، كان عندي فريش بس حسيت المجفف بيبقى شكله احلى، تمام. قدمت جنبها شوية سلطة خضراء، اي نوع سلطة بتحبوه اعملوه. وهناكلها طبعا، هناكلها طبعا بايه بعيش، اللي عايز ياكلها برز ياكلها، اللي يعجبكم جربوا الوصفة دي ان شاء الله تعجبكم، سريعة ومنجزة ولذيذة. واهم حاجة ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة اذا عجبكم الفيديو باذن الله، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.